أنا مواطن يمني، لا فرق بيني وبين أحد، كما يكون الجميع. أحب أن أكون بسيطا، لا أتكلف، حتى صرت وحيدا على أحد الأرصفة. لا 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 لا. أرصفة إيش؟ أنت تركب كلمة انتهى ولا تكتب؟ مالك أنت؟ إيش دخلك باللي كتبه؟ وبعدين اسمع، مين أنت أصلا؟ أنا إحساسك. إيش؟ إحساسك أنت، من منطلق مسؤوليتي يعني الكبيرة تجاهك، أنا جاي أنصحك. كيف؟ على فكرة النصيحة دي من راسك، فيعني بتسمعي. طب قل لي نصيحتك خارجة. شوف أنت لما تجي تكتب حقك المذكرات ما تسجل الصوت، ما احنا بودكاست، تجي تعيش الجو. مذكرات يعني ورقة وقلم. لا زلت أقعد في زاوية الغرفة بعد منتصف الليل، أخبئ بعض الكلمات حتى تشرق الشمس علي، أو يشرق شيء ما أمامي أو غيري من اليمنيين. نحن اليمنيون من نشرق ببلادنا، نحن من أوصلها إلى المجد. ربما قالوا عنا كلاما، لكن في الحقيقة لا تكفينا الكتب ولا حتى المكاتب في أطراف الشوارع حتى تبيع حكايات أبنائها. دائما ما تخرب بالنص، دائما ما تخرب بالنص. أنت تحتك قلم رصاص، إحساسك ما يخيبكش خالص. في عتمة الليل وما وجد من ضوء، لا حول ولا قوة. إحساسك يقول إنك تشتي شمعة. ما لباس، ما تفترش أنت من الاقتراحات. على فكرة اسمها إحساسات. في عتمة الليل وما وجد من ضوء، لطالما آمنا أننا قادرون أن نتحدى كل شيء، أننا أكبر من فشل لا يعبر عنا. إحباط. خلاص البلاد هذه ما ينفعش تكتب لي ولا شيء. روح ارقد بس. إحساسك يقول لك خلاص. إحساسك الآن هو الإحباط. بس إيش من إحباط؟ إحباط اللي يمنعنا أن نكتب شوية مذكرات. ما عاد يهمناش أنا جوا الشمعة ولا والكتاب ولا جوا الدفتر والورقة والقلم. أنا برجع للحل القديم، مش أكتب، مش أعمل مذكرة حقي بالتليفون. سجل لي مش تخرج. لا يا صالح، أنت تحتاج جو مهيأ للكتابة علشان إحساسك. جو مهيأ، إحساسي. والله إن أنا قاعد أكذب على نفسي. كان لنا الفخر أننا يمنيون متناسين كل شيء، كل حجرة، كل عثرة، كل عائق، كل لحظة حرب تجاوزناها معا، وكل مرة كانت تقول الحياة
لا. فردينا بلى.